النهارده يا ست الكل هنعمل طريقة الفراخ المشوية بطريقة الشيف زيكو أبو جزرة. ورقة وقلم واكتبي معايا المقادير. ياه، بصوا كده يا ولاد، ده مش طبخ، ده فيلم أكشن. بابا، هو اللي بنعمله ده صح؟ بنتفرج على أكل وإحنا صايمين؟ دي ثقافة غذائية يا حياة، مش أكل. أنا جوعت أوي يا بابا، بس تتثقف. بس برضو جوعت أوي. وأنا كمان. كفاية برامج طبخ يا محمد، الولاد مش مستحملين. أول يوم بيكون صعب في رمضان انت عارف. أنوار، يا أنوار، بقول لك إيه، تعالي بسرعة، الشيف أبو جزرة بيعمل الفراخ المشوية، تعالي تعلميها. يا أخويا أنا ما بشويش غير بطريقتي، أنا بشوي فراخ أحسن منه. أبو جزرة ده بيعض. هو برضو اللي بيعك. طيب، الله، جميلة قوي. تعالي بس، يمكن يقول حاجة جديدة. نعم. تعالي شوفي كده طريقة الفراخ المشوية بتاعته، بصي على التتبيلة، ده بيحط حاجات ما سمعناش عنها قبل كده. قلت لك أنا بعملها أحسن منه. اللي انت شايفاه يا حبيبتي. أمال كنت بتندهلي ليه؟ بندهلك عشان أأكد لك إني متأكد إنك متأكدة إنك بتشوي فراخ أحسن من أبو جزر. الفراخ المشوية بتاعت ماما حلوة قوي، أنا بحبها. بس ما تقوليش فراخ بس. هاي أنوار، طمنيني يا حبيبتي، إحنا عاملين إيه على الفطار؟ النهاردة أول يوم، عايزين ننبهر. ديك رومي ومحشي وملوخية وبامية. إيه؟ ده أنا كده اتخدعت. إيه؟ نعم، عاوز إيه تاني؟ فين اللي اتفقنا عليه؟ اتفقنا على إيه؟ فين صينية البطاطس باللحمة؟ فين المكرونة بالبشاميل؟ فين الحمام؟ حمام إيه يا محمد؟ ما في ديك رومي وفراخ. هو احنا هنفطر ولا هنفتح مزرعة؟ غريب محمد ده، عايز حمام جنب الديك الرومي ومكرونه بشاميل جنب المحشي وصينيه بطاطس باللحمه جنب الباميه والملوخيه، والمهم ان كل ده مش هيتاكل وممكن يترمي في الاخر. أول مرة تقول حاجة صح يا واد يا نديه. تربيتك يا خالتي. كل سنة على الحال ده، شناقة على الأكل وفي الآخر ما يخلصش نص. امال دي حتى القناعه كنز لا يفنى. معلش اسمحي لي يا خالتي، انت انشغلتي عن محمد كتير وما علمتوش حاجه. ولا انت ايه اللي مقعدك هنا؟ يلا قوم من هنا اجري، صدعتني. هو ده وقت زيارتي يا ولا؟ لا، زيارات ايه؟ انا اتفقت مع محمد هفطر معاكم النهارده. تفطر معانا أول يوم؟ ما تروح يا أخويا تفطر مع مراتك وولادك. لا ما تجيبليش سيرتهم النهارده خالص يا خالتي لو سمحتي. يا ماما، أنا عزمت نديم عندنا النهاردة. ليه يا حبيب أمك؟ أصله متخانق مع مراته. ليه يا واد يا نديم بتتخانق مع مراتك؟ ما عملتش رز بالشعريه. يا ابني مش قلتلي من شوية إنها عاملة رز أبيض؟ لما قلتلي إنكوا عاملين معاه موزة ضاني وفراخ محمرة وبسلة وطاجن لحمة بالبصل. ايوه صح،
وكمان عاملة جلاش باللحمة المفرومة وشوربة لسان عصفور. طب أمال عايز إيه تاني يا ولا؟ عملت ده كله ونسيت الرز بالشعرية، وأنا بحب آكل الرز بالشعرية يا خالتي مع شوربة لسان العصفور. وبعدين أنا صايم وتعبان وجعان. ده صيام يا جدعان، صيام. هناكل هوا يعني يا خالتي؟ ولا يا نديم، يلا ياض من هنا يا قوم فز غور من وشي، الرز بالشعرية قال. عيال مفاجيع، ويا ريت بتاكلوا اللي بتطلبوه ولا حتى ربعه، الا الترابيزات بتتلم زي ما بتتسرش. بقول لك ايه يا خالتي، دلوقتي انتوا عندكم رز بالشعريه واحنا ما عندناش. انا فكرت وقلت استاذنك ما امشيش لحد ما الرز يستوي واخد طبق وانا مروح بعد اذنك يعني. هو الشبشب فين للواد ابن أهم حاجة القناعة، بس تكون مستوية كويس.